شكون منا ما كيعرفش سعد المجرد؟ الكبير والصغير كيعرفه. فنان مغربي عربي مشهور، تعرف الاغاني ديالو المتميزه والشخصيه ديالو المشهوره. في الاونه الاخيره وقع له واحد المشكل مع واحد الفتاه فرنسيه. اليوم غادي نهضروا على هذا المشكل وعلى هذه المحاكمه اللي تحكم وشنو هي الاسباب ديال هذا المشكل هذه. خليكم معايا نكتشفوا هذه القصه جميع. سعد المجرد تولد نهار 5 ابريل في 1987 في الرباط. الام ديالو هي نزهة الركراكي والاب ديالو هو البشير عبدو المجرد. والديه معروفين في الوسط الفني، الام ديالو ممثله والاب ديالو تا هو ممثل ومغني. سعد المجرد عنده اخ واحد سميتو علي كيخدم في السياحه وفي لندن، كاين يعني المسكن ديالو في لندن. كبر سعد المجرد وكمل القرايه ديالو في امريكا، تما يتزوج سعد المجرد واحد الفتاه امريكيه وتفارقوا من بعد. ولكن قبل ما يتفارقوا مشى سعد المجرد شارك في واحد البرنامج ديال المواهب في لبنان كان سميتو سوبر ستار، وتما سعد المجرد خدا المرتبه الثانيه. تما تطلق عليه لقب خوليو العرب. ومن بعد عامين بدا سعد المجرد كيدير اغاني ديالو، واول اغنيه دار هي وعديني، وموراها دار اغاني كثيره، ولكن الاغنيه اللي دارت ضجه ودارت ضجه في العالم كامل هي اغنيه المعلم. هنايا سعد المجرد شهر بزاف، ولا من اهم المغنيين العرب في العالم العربي، ولات الاغاني ديالو كدير الملايين المشاهدات في اليوتيوب. ولكن مع الاسف حياه سعد المجرد تغيرات، غادي نقول لكم علاش. من اكتوبر 2016 حتى لفبراير 2023 فاش نضنا ولقينا هاد التصويره هادي وهاد الخبر، سعد المجرد في قبضة الشرطة الفرنسية بتهمة الاغتصاب. نفس النهار كان الجمهور كيتسناه في قصر المؤتمرات في باريس باش يحضروا الحفلة ديالو، ولكن هاد الحفلة المشؤومة كانت كفيلة باش تغير له مجرى الحياة ديالو كاملة من بعد ما تم التوقيف ديالو بتهمة الاغتصاب من طرف الفرنسية لورا. ومن ديك الساعة والأزمات كتلاحق سعد، فبقى في الحبس حوالي 3 شهور، ومن بعد خرج وبقى في فرنسا تحت الإقامة الجبرية، فكان ممنوع عليه يمارس حياته المهنية، يعني يغني وفي مهرجانات داخل أو خارج فرنسا، وكان ممنوع عليه يهدر على هذا الموضوع مع الصحافة. كانوا حاطين له واحد السلسله في رجلو وكانوا مانعينه من الخروج من الدار، وكان القضاء الفرنسي محدد له ساعات يا بالليل يا بالنهار ما يخرجش فيهم. هنايا المحامي ديال سعد المجرد طلب من القضاء الفرنسي باش يخلي سعد يرجع يغني ويدير مهرجانات باش يقدر يصرف على راسو ويعيش. والنهار 8 في 2017 كان يوم العودة بأول فيديو كليب ليه هو Let's Go. وفي 2019 قدر ياخد موافقة من القضاء الفرنسي باش يخرج من فرنسا للمغرب. كان أول خروج ليه من باريس من بعد حوالي عامين. وفي فغيي 2020 بدأ سعد يغني في المهرجانات في جميع أنحاء العالم وبقى عايش حياته الطبيعية. وفي 2022 خدا خطوة كبيرة في حياته، زوج صديقته غيتا اللي كانت واقفة في جنبه في هاد المعاناة اللي فيها واللي داز منها وما خلاتوش بوحده. وفي 24 في هاد الشهر كانت المحاكمة ديال سعد مع لورا. وفي اول محاكمه ديالو مع لورا اعترف سعد انه كان كيتعاطى الهيروين وكان كيسكر بالفعل وكانت فتره صغيره، وعاود لهم القصه ديالو كيفاش تعرفوا هو وياها، وقال لهم بلي كانوا في واحد البلهه ليلي تما شطحوا دوزو ليله زوينه، ومن بعد مشاو واحد الفندق فاخر. هنا لورا قالت للقضاء الفرنسي انه بغى يتعدى عليها وبدا كيضرب فيها، فهربات ولقاوها البنات الخدامين تما وخباوها في واحد من الغرف ديال لوطيل. فخرجت المحاكمة ديال سعد وتم إدانته والحكم عليه ب6 سنوات وعطاو 10 أيام باش يستأنف فيها. Peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus respirer, je voyais noir, des étoiles. هالمرحلة I think
اللي بيوصل لها، اللي بيشوف كتير في حياته، اللي بيتغرب، اللي بيمر large experience في حياته، بيوصل لمرحلة بيهدى. في مرات الفنان بيكون تعبان نفسانيا أو كذا، وفي لأنه زي ما قلت إحنا يعني كلنا بشر، والواحد بيكون عنده sometimes مشاكل أو كذا. ففي ناس بتتفهم هالموضوع، في ناس ما بتتفهم. بس الفنان part of شغله إذا طلع من البيت لازم تأدي المهمة بتاعك. لازم you have to be nice always, you have to be smiling, you have to be كذا. ففي مرات بتكون زعلان، بيجي فان بيشيل لك هالزعل كله. فان واحد طفل صغير أو لا بتيجي مرة كبيرة في السن أو شيء بتقول لك حبيبي الله يسعدك، الله كذا، الله يسهل لك، بيروح الزعل كله، يصير الواحد فرحان. الله، ليش كنت تخاف من الله؟ شو خلاك تحس انك تبغى تقول هالشيء؟ هنايا كاين اللي كيقول ان سعد المجرد مظلوم، وان هادشي كامل مفتعل، وكيقولوا باللي ولات قضايا الاغتصاب ضد المشاهير باينه وواضحه، واغلبها مفتعله ومخطط ليها. وحتى من الصحف الفرنسيه والاعلام الفرنسي ساعد البنت هادي، وكاين اللي جا مع سعد المجرد وكيقول باللي مظلوم، خاصه ملي ما بقاوش يعني دلائل باش يتهموه ويحكموا عليه بالسجن. الصراحة هادشي مؤسف، وخسارة ان واحد من اهم الفنانين العرب تحكم عليه بهاد المدة هادي وتم إدانة ديالو. تشوف هاد الصورة ديالو بين الفنانين وبين الجمهور العربي. شنو بالكم؟ واش هادي مؤامرة ضد سعد او ضد العرب، او سعد متهم ويستاهل العقوبة؟ نتمنى انكم تجاوبوني في لي كومونتير، ونتمنى انكم تعاونوني بلي جيم وتبارطاجيو لي فيديو ديالي باش تزيدوا تحفزوني وتزيدوا تعطيوني طاقة باش نزيد القدام. شكرا على المتابعة ديالكم، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. بسلامة عليكم، نتلاقاو في قصة واحدة اخرى. بسلامة.